هنعمل النهاردة وصفة لذيذة قوي مختلفة. هنعمل صينية بطاطس بيوريه بحشوتين مختلفتين وعليها طبقة بشاميل بجبن سايحة طرية تجنن، فعلا طعمها تحفة. الوصفة دي من اكتر الوصفات اللي بتجمع بين الطعم البيتي وبين لمسة المطاعم. البطاطس نفسها ناعمة وكريمي على الرغم انها من غير كريمة ولا اي اضافات رهيبة، وهنعرف دلوقتي ازاي. كمان الحشوات لحمة معصجة وكمان قطع فراخ زي الشاورما تقريبا، عشان نرضي جميع الاطراف. كل واحد بيحب حاجه هياكلها. بتغطيهم بقى طبقه بشاميل كريمي وجبنه سايحه بتدوب في البق، وهنعرف التفاصيل كلها دلوقتي. اول حاجه انا جبت بطاطس تقريبا كيلو بطاطس او حسب ما انتوا هتعملوا الصينيه بتاعتكم. هغسل البطاطس وهقشرها. اي نوع بطاطس مش بتفرق فيها، اي نوع بطاطس هنجيبها عادي وهنقشرها، وبعد كده بقى هنقطعها لقطع. قطع عشوائيه، انا اصلا عايزه اسلقها فانتوا عارفين هتقطعوها اي مكعبات باي شكل عادي. وانا بحب اسيب البطاطس المسلوقه عشان اجي اهرسها تتهرس كويس، فبحب اسيبها تتسلق براحتها خالص. ده بيسهل عليا ان انا اهرسها كويس يعني. فانا قطعتها تقريبا قطع مش كبيره قوي، قطع عشوائيه كده تقريبا. وبعد كده يعني ويفضل تكون كلها قد بعض عشان لما نيجي نسلقها تاخد كلها نفس السويه في نفس الوقت. حطيت حله على النار، ولما الميه غلت نزلت فيها معلقه ملح، معلقتين طبعا على قد كميه البطاطس بتاعتنا، وما نكترش الملح في الاول عشان البطاطس من الحاجات اللي بتمتص الملح بسرعه قوي. يعني اي نوع بطاطس احنا بنعمله مش بنزود الملح في الاول، وبعد كده هندوقه ولما نيجي نهرسها هنزود الملح بتاعها عادي. انا احط كميه البطاطس بتاعتي وهسيبها لحد لما تتسلق سلق كامل. بعد كده بقى انا جبت صدر فراخ واحد بس. انتوا عارفين انا هعمل صينيه نصها حشوه فراخ ونصها حشوه لحم. جبت صدر فراخ واحد بس وقطعته قطع عشوائيه كده تقريبا قد قطع الشاورما اللي احنا بنعملها في البيت. حابين تعملوها اصغر اعملوها، حابين تعملوها اكبر عادي. هي هتختلف بس في وقت السويه، لو كبيره هتاخد وقت سويه اكبر. انا قطعت الصدر كله تقريبا قطع قد بعض. بعد كده هحط الطاسه على النار تكون سخنه، وهنزل بيها عليها يعني معلقه سمنه، معلقه زيت، معلقه زبده زي ما انتوا عايزين. بس انا عايزه اعمل الوجبه دي نفسها كلها، عايزه اعملها شويه صحيه، فعملتها بمعلقه سمنه بلدي. هسيب الفراخ بقى لحد لما انا سبت طبعا السمنه لحد لما سخنت خالص، وبعد كده نزلت الفراخ فيها. مش هضيف اي حاجه على الفراخ خالص لحد لما كل الفراخ تاخد لون او تاخد صدمه كده. لما هلاقيها اخدت لون كلها هحط بقى ملح وفلفل وبابريكا، شويه توابل فراخ، اي توابل بسيطه كده خالص، ما نكترش في التوابل. انا بس حطيت التوابل الفراخ والبابريكا وملح وفلفل. حابين تزودوا اي حاجه زودوها عادي. انا هقلب في الفراخ كده شويه لحد لما هتقرب تستوي، ههدي عليها النار تكمل سويه خالص. هروح للبطاطس، هلاقي طبعا البطاطس اتسلقت. انا قلت لكم ان انا بحب اسلقها قوي علشان اجي اهرسها تروح مسلوقه بسرعه، يعني تتهرس بسرعه ما تاخدش وقت معايا في الهرس. هشيلها كده من الميه بتاعتها كويس، هصفيها، وبعد كده بقى هروح هرساها. البطاطس علشان تكون حلوه يعني تكون طعمها حلو لازم نحط فيها سمنه بقى وزبده وحاجات كتير عشان تكون طريه وناعمه كده وكريمه، وممكن قشطه كمان طبعا بيبقى طعمها حلو. لا انا هعمل البطاطس دي بطريقه تكون طعمها حلو وفي نفس الوقت تكون خفيفه جدا. حطيت بس عليها، هرستها كويس وحطيت عليها معلقتين سمنه مش كتير، المعلقتين دول بالنسبه لكميه البطاطس قليلين جدا جدا، والسمنه كمان بلدي عشان تكون صحيه شويه. حطيت عليها بقى التوابل بتاعتها ملح وفلفل وكمون بس، انا بحبها كده. حابين تزودوا اي نوع توابل زودوها، بس هي بتكون حلوه جدا بالملح والفلفل والكمون. هقلب بقى البطاطس، وبعد كده بقى الفكره اللي انا احطها فيها ان انا هزود كميه اللبن فيها. يعني انا هحط عليها مثلا، حطيت عليها تقريبا يعني زي كوبايه لبن، وبعدين احتاجت شويه لبن بعد كده هزود كمان. انا عايزه البطاطس تكون كريمي قوي. عشان تكون كريمي قوي لازم يضاف لها قشطه، يضاف لها كريمه طبخ، يضاف لها حاجات تديها يعني تبقى تخليها كريمي كده وحلو. فاللبن ولبن خالي الدسم كمان انا زودت كميته شويه عشان تتهرس وتبقى طريه، بدل ما ازود انا فيها دهون فتبقى يعني تقيله قوي، فانا حبيت اعملها كده. هسيب بقى البطاطس هي اتسلقت خلاص واتهرست، هتبقى على جنب، وبعد كده هبتدي اجهز الخلطه بتاعه اللحمه. انا هعصج لحمه عشان نص الصينيه هيكون لحمه متعصجه. جبت بصلايه كبيره وجبت فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء، حابين تحطوا طماطم حطوا، بس انا في الاخر هحط معلقه صلصه جاهزه يعني عشان تخلص على طول، ما استناش لسه تتسبك كمان. هفرمهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هجيب طاسه احطها على النار اسيبها تسخن. لما تسخن هنزل فيها بكميه اللحمه اللي عندي. انا تقريبا عملت نص كيلو لحمه، بس كان كتير على الصينيه شلت منه شويه في الفريزر بعد ما استوى. هسيب اللحمه مع نفسها كده، هي فيها كميه دهون كويسه، فما حبيتش ان انا احط اصلا يعني فيها سمنه او زيت في الاول، فسبتها كده في الطاسه السخنه بس لحد لما هتاخد لون وتتفكك من بعضها كده. يعني ههرسها واقلبها بالراحه لحد لما نلاقي اللحمه كلها اتفككت من بعضها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده.
بعد كده بقى هروح نازله عليها بملح وفلفل وشويه قرفه او توابل لحمه بسيطه قوي قوي، يعني انا حطيت نطره صغيره بس ده طعم حلو. وبعد كده هنزل بالخلطه بتاعه البصل والفلفل اللي انا فرمتها. الفلفل الاحمر بيدي للعصاق طعم حلو جدا، والفلفل الاخضر، وكمان ممكن كنت احط طماطم، بس انا قبل ما تستوي في الاخر خالص هروح نازله بمعلقه صلصه. هقلب بقى شويه كده اللحمه يعني كويس لحد لما كل حاجه تندمج مع بعض، وبعدين هروح بقى احطها على عين هاديه تستوي شويه، وهرجع للفراخ الاقيها استوت. هشيل بقى الفراخ جنب البطاطس على جنب لحد لما اللحمه تستوي هي كمان. هحطها على يعني على عين هاديه وهوطي عليها شويه، وبعدين بقى هاجي اعمل اخر خطوه فيها خالص البشاميل اللي هو البشاميل اللي بالجبن يعني. انا حطيت 3 معالق سمنه وزيهم 3 معالق دقيق، يعني تقريبا الدهون بتكون قد الدقيق بالظبط كده. هقلب بقى، هو اصلا يعني السمنه كانت سخنت فهو الدقيق هياخد لون على طول. هقلب فيه شويه كده واحط عليه بقى ملح وفلفل ومرقه فوريه وبابريكا مدخنه. يعني البشاميل اللي بيكون فيه جبن وبنحط فيه الخلطه دي بيبقى طعمه حلو جدا. مش هزود برده الملح طبعا عشان انا حاطه مرقه فوريه بيكون فيها ملح. هحط تقريبا 3 كوبايات لبن، وبعد كده بقى هقلب لحد شويه بشويه. لما البشاميل هيتقل هنزل بمعلقه كبيره مليانه جبنه كريمي او قشطه. انا حطيت جبنه كريمي اخف من القشطه شويه. هقلب بقى كويس خالص لحد شويه كده الاقي البشاميل اللي خلاص قرب يخلص. هروح نازله يعني بحبه كتير كده من الجبنه الموتزاريلا. حابين تزودوا عليها جبنه شيدر، جبنه رومي، زي ما انتوا عايزين. اي جبن عموما على البشاميل بتاع الصينيه دي بيبقى طعمها تحفه، بتبقى حلوه جدا. يعني اي جبن عندكم بتسيح انتوا ممكن تزودوها على البشاميل ده. اللحمه كده خلاص تقريبا، يعني تقريبا قربت تستوي خلاص. هروح بقى نازله بمعلقه الصلصه اللي في الاخر دي وهقلبها، ويعني هقلبها تندمج كده مع بعضها دقيقه ولا دقيقتين، وهروح طافيه النار عليها. وكده تبقى خلاص كل حاجه اتجهزت. يا دوب بقى هجهز بقى الطاجن او الصينيه. في الوقت ده كده ممكن اعمل الصينيتين او طاجنين، بس انا حابه اعملها واحده بس، فحطيت كميه البطاطس كلها في طاجن كبير، وهعمل نصها فراخ ونصها لحمه مع بعض في نفس الصينيه. انتوا حابين تعملوها في يعني صينيتين او طاجنين غير بعض ممكن تعملوها عادي، يعني في 2 صغيرين. هنزل بقى بالبطاطس كلها، يعني هظبطها كده واحطها. وانتوا شايفين طبعا هي كريمي قوي ازاي، رغم ان انا مش محطوط فيها ولا قشطه ولا كريمه ولا اي حاجه خالص. هروح بقى نازله بالفراخ الاول، كميه صدر الفراخ كله يعني احطه كده على جنب، وبعدين هفرده وهظبطه فوق البطاطس. وبعد كده بقى اروح نازله ببقيه الصينيه باللحمه. نص كيلو اللحمه كان كتير على دي، يعني هي تقريبا يعني نص الصينيه دي كده يعني ربع كيلو لحمه تقريبا. لو احنا هنعملها يعني نصها فراخ ونصها لحمه، لو كنا عملناها كلها لحمه كانت هتاخد نص كيلو لحمه. هحط بقى اللحمه كده وهفردها وهظبطها في الصينيه جنب الفراخ مش فوقيها، يعني يبقى يعني زي الصينيه كده مقسومه نصين، نص هيكون لحمه ونص هيكون فراخ. هفردها واظبطها كده واملاها خالص واظبط الصينيه. وبعد كده اخر حاجه هحطها بقى طبقه البشاميل اللي انا عاملاها. انا مش بحب البشاميل يكون تقيل عن كده، يعني هو كان على النار اخف من كده. لما سبته شويه على ما ظبطت الصينيه وحطيت الطبقات بتاعتها هو تقيل شويه. انا مش بحب البشاميل يكون اتقل من كده. ومش بحط حشوه بطاطس فوق، وحتى لو بعمل مكرونه بشاميل مثلا مش بحط فوق الحشوه مكرونه تاني، لا انا بحط طبقه البطاطس او المكرونه تحت، فوقيها الحشوه وفوقيها البشاميل على طول. يعني انتوا لو زودتوا البطاطس هتبقى يعني كانكم بتاكلوا بطاطس بس. فانا بحب الطبقات تكون يعني غير بعض كده، ما بكررش طبقه تاني. هظبط البشاميل كله في الصينيه، وبعد كده هحط على الوش جبنه موتزاريلا. وطبعا كل حاجه زي ما انتم عارفين مستويه، يعني هي دوب هتدخل الفرن على درجه حراره عاليه خالص من تحت ومن فوق. اعلى حاجه في الفرن دخلتها بس تاخد لون من تحت ومن فوق، والجبنه تسيح بس. طبعا هي دخلت تقريبا قعدت 10 دقائق لربع ساعه بالكتير، مش هتاخد اكتر من كده علشان طبعا كله مستوي، هو بس يا دوب الجبنه ساحت واخدت لون من فوق. عايزه اقول لكم ان هي طعمها رهيب. تقدروا تعملوها بلحمه بس لو انتوا بتحبوها، تقدروا تعملوها بفراخ بس لو انتوا بتحبوا الفراخ بس. انا عملتها بالاثنين عشان انا عندي جزء بياكل باللحمه وجزء بياكل بالفراخ، عشان يعني نرضي جميع الاطراف. طبعا هي حالا خارجه من الفرن فسايحه قوي ومكسره وكريمي. انتوا شايفين البشاميل رهيب. الطريقه دي حلوه جدا حتى لو هنعمل مكرونه. لما سبتها تبرد شويه اتقطعت خرط بقى عادي، يعني بعد ما اكلنا بقى خلاص وبردت اتقطع خرط عادي خالص. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفات